السلام عليكم شباب، وجيناكم فيديو جديد. شباب تعرفون صار لي فترة اتمرن، صار لي سنتين كاملات اتمرن بهاي الآلة البسيطة، ولاحظت يعني اكو زيادة كلش ضخمة بعضلات الساعد وبروز. شوف البروز ما شاء الله يعني بعض. شوف هسه من اتمرن شلون راح تبين. شوف الخط. سنتين كاملة اتمرن بهاي. هسه انا واصل وزن 60 كيلو، وللعلم اقدر اكثر من 60 كيلو، بس انا اريد احاول بس على 60 كيلو، ما اريد ازيد. صار لي تقريبا حوالي 4 اشهر باقي على وزن 60 كيلو فقط، ما اريد ازيد اكثر من هذا الوزن. شوفوا تطور، صار تطور قوي. ولاحظت انه جاي تجيني اشتراكات للقناة، فقررت انزل لكم هذا الفيديو حبايب قلبي واشارككم التطور اللي صرت بيه. شوفوا تطور رهيب، يعني هاي 60 كيلو اقدر يعني وقت اقدر اركض. شوف ايش قد طولت بيها، واقدر اكثر يعني. كل ما تظل ضغط عليها كل ما تظل انه شنو، تظل القوة التحملية تزيد عندك. شوف بس انا احس اليد اليمنى اقوى ترى شباب. اليسرى يعني شلون تقول مو قصة مو قوية، انما تحسها تعبك، بس بعكس اليمنى افضل. للعلم انا مدربهن سوا، يعني مثلا هنا 20 عدة وهنا 20 عدة بالثانية. شوف شباب الخطة التدريبية شنو؟ هاي تفرها مثلا، هاي تفتر قياسات اللي تنقصها كلش، تنقصها مثلا كل ما تنقصها شباب تقل الوزن مالها. شوف هذا يظل يرجع، من يظل يرجع تصير خفيفة كلش، يقل. شوفوا هسه راح اراويكم، هسه صارت كلش خفيفة. ضاعوا لها ليش؟ السبرنج دنا منها، حتى مجالها صار قليل مثل ما تشوفون، صارت سهلة بصبع واحد تقدر تسويها. بس لا، تدريج اذا واحد مبتدئ يتدرب مثلا منها 10 ويبدي بهاي 10 هم نفس الشيء، والنوبة يزيد ورا شهر يزيد، يعني مو يزيد بكيفه، يزيد تقريبا 5 كيلوات او 6 او 7، وهم نفس الوقت منها 10 او 10 ب10، 20 النوبة ب20 يعني 4 جولات 3 جولات، وهم يستمر شهر كامل. فمن يخلص الشهر شو يسوي؟ هم يزيد، عرفتوا؟ هم لازم يزيد الوزن. تقريبا يستمر على الوزن إذا وصل تقريبا 30 كيلو. إذا وصل 30 كيلو يا شباب قوة الضغط لازم يستمر تقريبا شهر ونص، حتى شنو يصير عنده أساس قوي. بعد ما يستمر شهر ونص يسوي يحول على 35، هم يطقها شهر. وإذا بالتدريج الآن يوصل للرقم 60 كيلو، وهذا 60 كيلو ما يقدر يوصله تقريبا إلا بعد مرور سنة كاملة، ولا هو يقدر يوصل لهذا الوزن بأشهر، بس هذا الشيء خطر. ليش؟ أنا أقول لكم ليش. لأن أنت ما باني أساس قوي، شلون تستخدم 60 كيلو؟ هسه هاي 60 كيلو، إذا أنت ما عندك أساس قوي، ما باني عضل، ما عندك بروز، ما عندك يعني ألياف عضلية، ما يصير تستخدم وزن عالي. لازم تتمرن. يلا أنا هسه سنتين فوق، والله يا شباب سنتين، يلا استخدمت الوزن 60 كيلو، سنتين كاملات. شوفوا اصبعوا لي حالاتي. انا تمريني انا اقول لكم شلون. مثلا انا هسه اتمرن 60 كيلو، تقولون هسه اريدك مثلا تراوينا شلون تتمرن. سهله، 1 2 3 5 6 7 8 9 15 16 17 18 19 20. خلصنا من اليد الأولى، نجي اليد الثانية هم 20. 1 2 3 4 5 6 7 8
12 13 14 15 16 17 18 19 20. بس شنو يكون تطبق لين يطبقن سوا، كل عصرة يطبقن سوا. ما يصير مثلا تتمرن والله تعصر هيش على النص، لا، من تتمرن يكون هيش تطبقها، الدق يكون هاي تطق بهاي، هيك شوفوا الطق سوا. فهسه هاي اعتبر جولة الأولى. هسه من سويت هاي 20 عدة وهاي 20 عدة، هسه اعتبر أنا سويت الجولة الأولى. الجولة الثانية هم نفس الشيء، هم هاي اليد 20 عدة وهاي اليد 20 عدة. ايش قد صار هاي الجولة الثانية، بننتقل للجولة الثالثة هم 20 ب20 وهكذا لحد ما توصل للجولة الرابعة. يعني يصير كل ايد مسوي بيها 80 عدة، وهذا كلش يعني زين. دائما لا تكثر، يعني انت من تكثر اكثر من اللازم هم راح يصير عندك تهديم، ما راح يصير عندك بناء ولا راح يصير عندك بروزات. لذلك يا شباب اتمرن بالبداية بوزن خفيف، بعدين ظل اوصل لهذا الوزن. انا اقدر اصعد لل80، بس انا ما متوازي على روحي ان اصعد لل80، انا على راحتي. شوف شلون خفيف، 60 كيلو صار عندي شلون الماي ريش. وتحياتي لكم حبايب قلبي، واتمنى من عندكم لايك واشتراك يا طيبين، لان صار لي هواي والله ما ناشر فيديوهات، فقلت اليوم خلنا ننشر، لان ظليت اشوف متابعات، ظلت تجيني متابعات، والحساب مالي ظلوا يشتركون بقناتي مال يوتيوب يا شباب. وهسه هذا الفيديو هم راح انزله على اليوتيوب. وتحياتي لكم يا طيبين، ومع السلامة.